فانا هحكي بقى على موضوع بقى النهارده. موضوع النهارده ده فلقس دي داخله عليا بالتليفون. داخله عليا بالتليفون تفاحه، قالت لي فلقس جايه لك المحل. قلت لها ماشي، تيجي اهلا وسهلا، تاخد واجبها وتتكل على الله، عشان دي انا ما ينفعش اتكلم معاها لان دي متكلمه في عرضك. عرضك يعني ما ينفعش ان انا اتكلم معاها. تمام. قلت لها تيجي. المهم دي راحت داخله عليا بالتليفون وانا قاعد فاتحه بس بالتلوسخه. اقفلي البث ده. لقيت واحد خول كده جنبيها، ما اعرفش ده جوزها ده ولا مين، بيقول لي انت بتشتمها. قلت له بشتمها؟ بشتمك انت كمان يا ابن المتنات. بس انت مين انت؟ ما تسخنش، اهدى حجوجي. لا 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 بقولك لا 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 اوعى سيبيني انا تسخن. بقى براحتي. لا 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 بس بقى حط في ما بقك اعرفش شطه اقسم انا. بالله. انا هاخد راحتي، انا بحب اخد لا راحتي. لا 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 لا. ف انت مش عارف بتشتم ولا ايه. المهم رحت واخدهم هما الاتنين كده على بعض، هما الاتنين كده. التليفون طبعا طار من ايديها، ما اعرفش إيه اللي كان بيتفرج على البث هيشوف اللقطه دي ان التليفون طار من ايديها اصلا. المهم انا ما اتكلمتش مع اللي معاها ده، ما اعرفش انا بعد كده طلع اللي هو خول جوزها ده بان عليه. فطبعا الناس اللي شغاله هجموا عليه، فانا ما ينفعش اسيبهم يهجموا عليه. ده واحد جاي لوحده وما فيهوش نفخه اصلا، يعني النفخه مش موجوده فيه. باين طبعا ان مراته بتمشيه، ولا مراته متجوزه واحد تاني وهو قاعد يعني مغلوب على امره. فانا ده صعبان عليا يعني. ده لو جوزها ده، عشان تفاحة قالت لي دوت جوزها ده اللي حدفته بالشطه في وشه. ف انا حدفته بس بالله عليك. ده لا حول لي ولا قوه. والله لا العظيم حول لي زعل، انا ولا قوه. قايله لك ايه في يعني الطريق. ده انا صعب عليا الصراحه، صعب عليا اللي انا مدي ايدي عليه، صعب علي والله العظيم، والله العظيم. ده صعب عليا لوحده. ده انا يعني مستغلبه غلب. الله يكون في عونه من الست دي. الست دي جايه تاخد اللقطه. واوعى يا بت الوسخه اللي انت تعرفي تاخدي اللقطه عليا. اوعى يا بت الوسخه. انا ماليش كبير غير ربنا. ماليش كبير غير ربنا. ولا تقولي لي اهلك ولا مش اهلك. اللي بيديني حاجه ياخدها. بتكسرني بيك يا حاج. اوعى يا بت الوسخه تفكريني اللي انت بتعمليه ده فضايح ومش فضايح، اللي انا ابعد عن تفاحه او تفاحه تبعد عني. انا تفاحه دي مش هسيبها طول عمري. وتفاحه انا عمري ما هرجع لها الا ما تسيب البرنامج ابن المتنكه اللي عرفنا باشكال بنت وسخه زيك. انا تفاحه متفق مع، عشان انا طلقتها طلقتين. طلقه بسبب الحاج رضا لما غلطت فيه وهو قاعد جنب وانا قاعد جنبيها. ما ينفعش تغلط في الحاج رضا وهو انا قاعد جنبيها ابدا. ما ينفعش، وهو كان داخل يصلي عشان انا. فانا في الحق ما اعرفش لو اقف قدام الدنيا كلها. انا في الحق ما اعرفش حد. فالحق حق. تفاحه ما جاتش جنبي، وانا عارف كل حاجه وهي بتحكي لي على كل حاجه وبتسمعني. فانت يا بت الوسخه تيجي تاخدي اللقطه علينا؟ لا. كس امك. تروحي حاج، تاخدي اللقطه على اي حد تاني. بس يا حاج انسي. عيب عيب. تقعدي مع الجن. انت اللي انت قاعده معاهم دول اصحابي يعني. اوعي تفكريهم اللي هم اهلي. مش اهلي. انا اهلي ما يقعدوش مع الاشكال دي. طيب يلا بقى سبت وانا ما الطريق. قعدهمش معاهم. خلاص.